من قلب الجوهرة الزرقاء ملعب طنجة الكبير كيتزين اليوم استعدادا لحدث كبير غدا إن شاء الله. المنتخب المغربي غادي يواجه منتخب أوغندا في مباراة ودية كتجمع بين المتعة والتحضير للمستقبل. واليوم الجماهير كانت حاضرة وغتكون حاضرة بقوة غدا إن شاء الله، وهي كتستقبل حافلة الأسود بحرارة وزغاريد وأهازيج ودعم كيرفع المعنويات قبل مواجهة الغد. وغدا الناخب الوطني إن شاء الله غادي يدخل بهذه التشكيلة الهجومية 4-3-3 مع دائما ياسين بونو السد المنيع. خط الدفاع غادي يكون سايس، غيكون مزراوي مرابط يميق، رباعي منسجم وعنده تجربة كبيرة. وفي الوسط غادي يكونوا ثلاثة: الزلزولي أناحي وصلاح الدين صناع اللعب واللمسات الحاسمة. وفي الهجوم بطبيعة الحال العناوي بالسرعة ديالو، دياز بالمهارة اللي عنده، والكعبي بالقنص اللي ما كيزقلش، ثلاثي قادر يشعل المباراة من أول دقيقة. وما نساوش الإضاءة اللي كتخطف الأنظار. ملعب طنجة الليلة كيبان بحال لوحة فنية كيعلن أن غدا إن شاء الله ماشي مجرد مباراة ولكن اختبار جديد لقوة الأسود. المنتخب حاضر، الجمهور حاضر، والمغرب دائما حاضر. غدا إن شاء الله موعد جديد مع المتعة واللياقة والروح الوطنية. كونوا على الموعد وشجعوا الأسود حتى النهاية. والإشارة المباراة غتنقل على قناة الرياضية مع 8 ديال العشية إن شاء الله بتوقيت المغرب، وبالعال 10 بتوقيت السعودية.